شايفة البسبوسة التحفة دي؟ حاجة كده من الآخر. بصي، طرية جدا جدا ولونها تحفة وطعمها رائع جدا. يلا بينا هوريكي الطريقة، أسهل طريقة لعمل البسبوسة. المرة دي بقى هنعملها بشكل مختلف خالص. طبعا دي مش الأكياس، دي الدقيق. يلا بينا بسرعة كده تشجعي ويلا نعملها أحلى بسبوسة هتاكليها وتأكليها لأولادك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. كل سنة وانتم طيبين ودايما متجمعين. والنهاردة بقى هنعمل البسبوسة انا عملتها قبل كده، بس عملتها بطريقة الاكياس اللي هي جاية جاهزة. النهارده بقى هنعملها السميد اللي هو مش عليه اي اضافات، دقيق السميد. هنعملها بقى ازاي؟ هعمل النهارده معاكم كميه صغيره، يعني صينيه كده في 20 سنتي او 22 سنتي. انت لو عايزه بقى تكتري في الحجم كتري في الكميه. يعني دلوقتي النهارده احنا هنعمل كوبايه من دقيق السميد. هقول لك المقادير على كوبايه واحده من دقيق السميد. هي محتاجه صينيه صغيره بس بالحجم ده. انت عايزه تكتري في الكميه، كتري بقى براحتك. تمام. انا النهارده هنعمل على قد الصينيه الصغيره دي. في بوله معانا هنحط كوبايه من دقيق السميد اللي مش مضاف عليه اي حاجه، لا سكر ولا اي حاجه. وهنحط عليها معلقه صغيره من جوز الهند المبشور، معلقه صغيره من جوز الهند المبشور. ونقلب كده المقادير مع بعض ونسيبها كده على جنب. في طاسه كده معايا بقى هنحط فيها ايه؟ هنحط 3 معالق من السمنه. كده حطينا في الطاسه 3 معالق من السمنه، وعليها نص كوبايه من اللبن، وعليها نص كوبايه من السكر. هنرفع الكلام ده كله على النار. كده حطينا الطاسه اللي احنا حطينا فيها السمنه والسكر واللبن على النار، هيسيحوا وهنشوف هنعمل ايه تاني. وتقليبه صغيره بس كده عشان خاطر السكر يدوب. اول ما السمنه تسيح هنشيلها خالص من على النار. كده خلاص السمنه ساحت والسكر واللبن. هنبدا بقى نضيفهم على الكوبايه بتاعه السميد دي السميد. بسم الله. نبدا نقلب كده بالراحه لحد ما الدقيق يشرب كل الخلطه اللي احنا حطيناها ديت، لحد ما الدقيق يتشرب من الخلطه اللي احنا حطيناها من السمنه والسكر واللبن. اهو احنا مش بنعجن، احنا بنقلب بس تقليب خفيف كده. دي انجح طريقه لعمل البسبوسه، تدعيلي عليها لو انت حابه تعمليها بدقيق السميد مش الاكياس. شايفه؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه، ما تبقاش متماسكه منك جامد خالص كده، هي ده القوام. هنجيب بقى الصينيه المدهونه، صينيه مقاس 20 او 22 مدهونه. هنبدا ننزل عليها الخليط. تلاحظي ان احنا ما حطيناش ايدينا خالص، بس هنبدا نفرد كده فرد. لما بتبقى ناشفه ما بتبقاش ناجحه، لما تبقى سايله خالص برضو ما بتبقاش ناجحه. هو ده القوام المظبوط. نخبطها كده. لو انت عايزه تضيفي ليها مكسرات بقى ضيفي براحتك، عايزه سوداني، عندك لوز، عندك فندق، اللي انت عايزاه ضيفيه. هنبدا نوزع كده. انا عندي سوداني اهوت. طبعا انا مشغله الفرن من قبل ما ابدا عشان يبقى سخن. السوداني اللي هو الابيض دوت، مش اللي هو مش محمص. السوداني ده مش محمص، انت بتجيبيه من عند العطار، بيبقى سوداني ابيض كده. عشان التاني اللي هو بتاع الاكل دوت لو اتحط في الفرن هيسود. وكده احنا حطينا السوداني، وهنبدا نحط الرف الوسطاني في الفرن على اعلى درجه حراره. ودي كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هنبدا ننزل عليها بالشربات السخن.
لازم يبقى الشربات سخن. ولو عايزة تعرفي طريقة الشربات، هي عبارة عن كوباية سكر وكوباية مية مع عصرة ليمونة، وبتسيبيهم يغلوا على النار. شربات البسبوسة بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل، يعني هي غلوة او غلوتين وتروحي مطفية عليه كده. هتبدأ تشرب الشربات بتاعها، تشرب الشربات وهرجعلك تاني. ودي البسبوسة معانا بعد ما شربت الشربات بتاعها. بصوا شايفين مرملة ازاي، شايفين طرية ازاي، حاجة كده تحفة تحفة. طعمها تحفة، حاجة كده من الآخر. شايفة؟ وبكده يكون الفيديو خلص، ويا رب أكون فدتك بلو بمعلومة صغيرة. وما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان